السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان هيطلع حلو جدا جدا يا جماعة. شايفين شكله عامل ازاي؟ لو عندك بس كيلو دقيق ونص كيلو لحمة مفرومة هنعمل الحلاوة والجمال ده. شايفين يا جماعة عامل ازاي؟ والعجينة بتاعته سهلة وبسيطة، شوية دقيق وشوية مية وهنعمل الجمال ده كله. وقبل ما ندخل على الطريقة يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة عندي هنا كيلو من الدقيق، معايا كمان كيس من الخميرة الفورية، هحط لهم كمان كده معلقة من السكر، يبقى حطيت كيلو دقيق، كيس خميرة، معلقة سكر كبيرة، وكمان معلقة من الملح صغيرة. هخلط بقى كله كده يا جماعة مع بعضه لحد كده ما ادوب الخميرة في الدقيق كويس. بعد كده عندي كمان حوالي 3 معالق بس من الزيت. شايفين مكونات العجينة بتاعتنا بسيطة جدا جدا. خلطت كده شوية الزيت كده في الدقيق، بعد كده بقى هنزل بالمية بتاعتي. نزلت كده بأول كوباية، وبعد كده كمان حطيت نص كوباية، وطبعا على حسب نوع الدقيق بتاعك بيشرب مية او ما بيشربش. هبدأ اخلط كده الاول بالمعلقة، وبعد كده بقى يا جماعة لميت العجينة بتاعتي كده بايديا بالشكل ده كده. وطبعا لو احتاجت مية تاني بتضيفي بقى المية بتاعتك شوية بشوية لحد ما تكون عندك عجينة زي اللي هنشوفها بالشكل ده. خلاص انا كده لسه العجينة بتاعتي محتاجة مية، حطيت كمان نص كوباية مية، يبقى كيلو دقيق حطيت له كوبايتين من المية. وهعجنها بقى كويس بالشكل ده كده. وخلاص كده خلاص ما عادتش بقى محتاجة مية تاني. وطبعا عشان اعرف اعجنها كويس بنزل بيها على الرخامة، وافضل اعجن فيها كده يا جماعة حوالي 6 7 دقايق كده بالشكل ده كده، لحد طبعا ما تكون عندك عجينة طرية ومش بتلزق في الايد خالص. شايفين كده قوام العجينة عندي بيكون فيها سنة تلزيقة كده. بعد كده بقى حطيتها بقى في الطبق بتاعي وهغطيها، وحطيت بس كده على وشها شوية زيت، يعني حوالي معلقة زيت، وهغطيها بقى واسيبها تخمر. على بال بقى ما تخمر هنجهز الحشو مع بعض. عندي هنا نص كيلو لحمة مفرومة، هبدأ بقى اضيف له كمان بشرت كده يا جماعة قطعة من اللية او الدهن، وكمان عندي هنا حوالي يعني 3 بصلات برضو فرمتهم كده في الكبة. عندي كمان حوالي قرنين فلفل كده احمر واخضر مفرومين برضو في الكبة، لو حابة تقطعها على ايديكي مفيش اي مشكلة. هحط كمان كده معلقة هريسة شطة بتخلي بقى الحواشي بتاعنا كده حر وجميل. ومعايا كمان معلقة توم صغيرة. عندي بقى التوابل بتاعتي، معايا هنا فلفل اسود، عندي كمان بصل بودرة، توم بودرة، مكعب من مرقة اللحمة، وعندي كمان بابريكا، وكمان عندي بهارات حواوشي. بفرك كده مكعب المرقة ده يا جماعة مرقة لحمة بيخلي برضو الحواوشي في حتة تانية خالص. عندي كمان هنا حوالي كده معلقتين من الدقيق علشان لو في بقى اي مية في اللحمة الدقيق بتاعي يمتصها ميبقاش فيها اي مية خالص. هعجن بقى الخليط اللي حطيناه كله كده مع بعضه، اللحمة والدهنة والبصل والفلفل والتوابل بالشكل ده كده يا جماعة، وكمان معلقتين من الدقيق. تعجني بقى كله كده مع بعضه. مش عاوزه اقولك بقى الريحه دلوقتي كانت عامله ازاي. جربي بقى الطريقه دي هتعجبك جدا. كده خلاص هحطها بقى في التلاجة شويه يا جماعه تتشمع كده مع بعضها على بال ما العجينه بتاعتي كانت خمرت. شايفين بعد ما عدى عليها كده نص ساعه والعجين بتاعي اختمر بالشكل ده واتضاعف حجمه كده، هبدأ بقى اخرج منه الهواء بالشكل ده، وهنزل بقى بالعجينة بتاعتي كده على الرخامة علشان بقى اعرف اقطعها.
هرش بس رشه دقيق كده علشان ما تلزقش، عشان هي طريه جدا. وطبعا في اي نوع مخبوزات انت بتعمليه، لو العجينه بتاعتك كانت طريه وعجنتيها كويس هتديك النتيجه كويسه. عملت كده العجينه على شكل رول، وبعد كده هبدا اقطعها بقى القطع متساويه تكون قد بعض. وطبعا لو لقيتي بقى قطعه كبيره عن التانية انت بتبداي تظبطيها. وطبعا هعمل كل رغيف على قطعتين من العجين بالشكل ده كده يا جماعه. هقطع بقى العجين بتاعي كله بنفس الطريقه. هخلص بقى الكميه بتاعتي كلها كده بنفس الطريقه ونرجع نشوفها مع بعض. خلصت كده يا جماعه العيش بتاعي اهو قطعته. بعد كده بقى هبدا اخد قطعتين عندي هنا بالشكل ده كده. حطيت بس كده مسحه من الزيت، وهبدا بقى افرد العجينه بتاعتي يا جماعه بالشكل ده كده. تفردها بايدك ولا غير نشابه بقى ولا اي حاجه خالص. وبفرد كمان التانية بنفس الطريقه. بمسح برضو الرخامه كده بالزيت. وبعد كده بقى يا جماعه بفرد العجينه التانية او الطبقه التانية بتاعت العيش بتاعتي بالشكل ده. بجيب بقى اللحمه بالشكل ده كده وابدا بقى اوزعها كده على العجينه بتاعتي يا جماعه اهو. وما تجيبيش بقى على الاطراف علشان لما نيجي نقفل الرغيف اللحمه ما تخرجش. خلاص كده انا ظبطت الحشوه كده. بعد كده بقى هاخد الطبقه التانية واحطها كده فوق اللحمه، واقفل عليها بقى كويس الطبقتين. بجيب بقى من تحت لفوق كده واتني واقفله كويس يا جماعه بالشكل ده كده. بقى تضمني ان الحشوه بتاعتك متوزعه كده في الرغيف كله، غير ما تحطيها كده في طبقه واحده من العجين وتقفلي عليه زي السره كده. اللحمه كده ما بتتوزعش كويس في الرغيف. لكن الطريقه دي بتخلي كده الرغيف الحواوشي بتاعنا حلو جدا زي اللي بتشتريه كده من بره. جبت بقى الصاج بتاعي يا جماعه، دهنته كده بس دهنه من الزيت. وبعد كده بقى هبدا احط عليه الرغيف بتاع الحواوشي بتاعنا بالشكل ده. هعمل كمان برضو واحد معاكم. باخد كده قطعتين من العجين وببدأ افردهم على زيت، مسحة بسيطة بس كده على الرخامة، وبفردهم كده بالشكل ده. وزي ما بقولك بصي الموضوع مش هياخد منك اي وقت خالص، وانت واقفة هتكوني عملتيه. خلاص كده انا فردت كده الرغيف بتاعي. بعد كده بقى بجيب يا جماعة الحشوة بتاعتنا، والحشوة دي جربيها حلوة جدا. وابدأ بقى اوزع اللحمة بتاعتي كده على العجين بتاعي او على الرغيف. وبجيب الطبقة التانية وبحطها برضو وبقفل عليها كويس. ويا ريت بقى لو وصلت لحد هنا ونسيتي تعملي لي لايك، يا ريت تعملي لي لايك علشان هو اللي بيرفع الفيديو ويخليه يتشاف. هقفل بقى عليه كده، بجيب من تحت لفوق واقفل كويس اهو كده يا جماعة. وبرصه بقى جنب التاني، وبخلص بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. وشايفين ما شاء الله الرغيف كبير يعني مواد صغير ولا حاجة. خلصت كده الصينية بتاعتي دي، ببدأ اخرمها كده بالشوكة عشان لما ادخلها بقى الفرن ما يقبش معايا. بتدخل على درجة حرارة يعني اعلى درجة حرارة عندي في الفرن 200. بدخلها وبشغل من فوق ومن تحت مع بعض. لكن لو النار بتاعتك واطية الحواوشي بتاعك بيطلع ناشف. لكن بقى تعللوا النار وما بياخدش خالص دقايق في الفرن يا جماعة. يعني الصينية كده قعدت حوالي من 12 دقيقة ل 15 دقيقة، عشان طبعا اللحمة بتاعتنا بقى تستوي بالشكل ده. واول ما بيخرج بقى لو عاوزاه طري بتغطيه بفوطة يرد كده من حرارة الفرن. لكن لو عاوزاه ناشف مش بتغطيه. شايفين الحشوة من جوه متوزعة، والعيش بتاعنا جميل جدا. ويا ريت لو الوصفة عجبتك تعملي لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.